أهلا بيكم في حلقة جديدة من لسه بتنفس، المكان اللي بنحاول فيه نفهم نفسنا حتى في أصعب لحظاتنا، وحتى لما الكلام بيبقى تقيل على القلب قبل ما يطلع على لساننا. عمرك حسيت إن قلبك بيوجعك فعلا؟ مش وجع مجازي، مش مجرد زعل عادي، لكن وجع حقيقي تقيل، كأن في حاجة بتتشد جواه أو بتتكسر في هدوء. طيب عمرك صحيت من النوم حاسس ان في ضيق في قلبك من غير سبب واضح، وانك مش قادر تاخد نفس عميق، وان في حاجات جواك بتقولك انك تعبان بس انت مش عارف تعبان من ايه؟ الاحساس ده ليه اسمه متلازمة القلب المكسور، لكن قبل ما يكون مصطلح طبي هو تجربة إنسانية قاسية جدا. تجربة بتخلي الإنسان يحس إنه بيقع من جوه في صمت تام. طيب تعالوا نعرف سوا يعني ايه متلازمة القلب المكسور. متلازمة القلب المكسور مش مجرد تعبير شاعري بنستخدمه لما نتوجع، لكنها حالة حقيقية بيحصل فيها خلل مؤقت في عضلة القلب، غالبا بعد صدمة نفسية قوية أو ضغط عاطفي جديد بيعدي قدرة الإنسان على التحمل. الفكرة هنا إن جسمك مش بيفصل بين إحساسك وقلبك، فالألم اللي جواك لما يزيد، لما يتراكم، ولما يفضل من غير تفريغ بيبدأ يظهر في جسمك، كأن جسمك بيقولك أنا سامعك حتى لو أنت ساكت. ممكن تحس بضيق في التنفس، وجع في قلبك، خنقة، وكمان تسارع في ضربات قلبك، ويمكن كمان تروح لدكتور وتفكر إن عندك مشكلة في قلبك فعلا، بس الحقيقة إن قلبك موجوع، بس من جوه. لأن ببساطة المخ لما بيتعرض لصدمة عاطفية قوية بيفرز كميات كبيرة من هرمونات التوتر زي الأدرينالين والكورتيزون، والهرمونات دي مش بتأثر بس على حالتك النفسية، لكنها بتضغط على القلب نفسه لدرجة إن عضلة القلب ممكن تضعف مؤقتا وكأنها مش قادرة تكمل بنفس القوة. وده يفسر إحساسك إن الألم حقيقي، وإن اللي حاسس بيه مش مبالغة لكن استجابة جسدية لوجع نفسي اتراكم ووصل لمرحلة مش قادر يستحمل. طيب امتى بنوصل للإحساس ده؟ مش لازم تكون خسرت حد بالموت عشان توصل لكده. أحيانا الفقد بيكون فقد إحساس مش فقد شخص، فقد أمان، فقد الاهتمام، فقد النسخة اللي كنت عليها وانت مع حد. طيب هل ممكن توصل الإحساس ده بعد علاقة، بعد خذلان، بعد ما تثق في حد وتكتشف انه ما كانش شايفك بنفس الطريقة؟ الإجابة وبقوة. ممكن توصل للحالة دي لما تحب بصدق وتدي من قلبك بدون حساب، وبعدين تلاقي نفسك فجأة لوحدك بتحاول تفهم ايه اللي حصل وازاي كل ده انتهى كده بسهولة. ممكن كمان توصلها أو توصلها من تراكمات، مش موقف واحد لكن مواقف كتير، كلام اتكتم، مشاعر اتأجلت، ووجع اتبدل واتبلع لحد ما قلبك يقرر يعبر بطريقته. وده لأن المشاعر اللي ما بتتعبرش ما بتموتش، هي بس بتتخزن جواك، وكل مرة بتتجاهلها بتتحول من إحساس عابر لعبء ثابت بيضغط عليك من غير ما تحس. ومع الوقت جسمك هو اللي بيتكلم بدل منك. طيب ازاي بنحس بيها فعلا؟ الإحساس مش دايما بيوصف بسهولة، بس خليني أسألك عزيزي المستمع، هل عمرك حسيت إن في تقل في قلبك طول الوقت، كأنك شايل حاجة مش بتاعتك ومش عارف تحطها فين؟ طيب هل عمرك حسيت إنك عايز تعيط بس مش عارف، أو بتعيط بس مفيش راحة بعد الدموع، أو مثلا حسيت إنك وسط ناس بس مش موجود، كأنك بعيد عنهم حتى وانت بينهم؟ يمكن أصعب إحساس إنك تحس إنك مش نفسك، وإن النسخة اللي انت كنت عارفها اختفت وسابتك مع حد غريب بتحاول تفهمه. طيب ليه في ناس بتتأثر أكتر؟ مش كل الناس بتوصل لنفس النقطة، وفي ناس عندها قابلية أعلى للإحساس ده. الناس اللي بتحس بعمق، اللي بترتبط بصدق، واللي بتحب بجد، دول دايما بيدفعوا تمن إحساسهم أكتر. والناس اللي عندها جروح قديمة
اللي متعودين يكتموا، واللي محدش سألهم قبل كده انت كويس. دول لما بيتوجعوا الوجع بيبقى مضاعف، لكن مش ضعف، ده قلب اتحمل كتير لوحده. وفي علم النفس الناس دي غالبا بيكون عندها أنماط تعلق غير آمنة، زي التعلق القلق اللي بيخلي الإنسان يخاف الفقد بشكل مبالغ فيه، أو التعلق التجنبي اللي يخليه يكتم ويحاول يبان قوي. وفي الحالتين المشاعر دي مش بتخرج بشكل صحي، فبتتراكم لحد ما تظهر بالطريقة دي. طيب هل بنخف؟ السؤال ده مهم، ويمكن انت مستني اجابته. بنخف، بس مش بسرعة، ومش بسهولة، ومش من غير ما نعدي بمراحل صعبة. بنخف لما نبطل نهرب من إحساسنا، ولما نتقبل إننا موجوعين من غير ما نجلد نفسنا. بنخف لما نسمح لنفسنا نحس، حتى لو الإحساس ده تقيل، وحتى لو بيكسرنا. والتعافي يا عزيزي مش معناه إنك تنسى، ولا إنك ترجع زي الأول، لكن معناه إنك تفهم نفسك بشكل أعمق، وإنك تبقى أهدى شوية مع قلبك، مش قاسي عليه طول الوقت. طيب هل لازم نطلب مساعدة؟ في أوقات كتير القلب محتاج حد يفهمه معانا، مش لأننا ضعاف، لكن لأننا بشر. في النهاية القلب ممكن يتكسر، ممكن يوجع لدرجة تخوفنا من نفسنا، بس الحقيقة اللي يمكن نكون ناسيينها إن القلب رغم كل ده عنده قدرة عجيبة على إنه يتعافى. يمكن مش بنفس الشكل ومش بنفس البراءة، بس بيكمل. لو انت دلوقتي حاسس انك في النص ده بين الوجع والتعافي، يمكن الوجع ده جه يقولك حاجة، يمكن مش بس عشان يكسرك، لكن عشان يفوقك ويخليك تشوف نفسك واحتياجاتك وحدودك بشكل أوضح. وفي النهاية حابة أقولك حاجة واحدة بس، انت مش لوحدك، وانت لسه بتتنفس. كانت معاكم فاطمة عادل من لسه بتنفس.